ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير واحسن الاحوال. لو انت اول مرة بتتابعني وبتتابع قناتي، ارجوك ما تنساش تشترك في القناة وتدعم الفيديو ده بلايك، اكون ممتنة جدا ليكم. حكايتنا النهاردة اسمها على نغمات المحمول. ما كانش بيغمض ليا جفن، وكنت بتوقع ما بين اللحظة والتانية ان النغمة دي كانت تتصل في اي وقت. في البداية أنا كنت بحس إن أنا متضايقة وغضبانة من المتطفل اللي كان مصمم إن هو يزعجني كل ليلة، بس مع مرور الوقت اتعودت على نغماته وبدأت إن أنا أستناها. ولما هو غاب عني فترة قعدت أسأل نفسي يا ترى هو لقى حاجة تشغله، يا ترى هو ممكن يكون نسيني. وبدأت عمالة أكلم نفسي وأقول ما يمكن ده شاب أو في نفس الوقت بنت، وفاكرة إني أنا شاب وبحاول أعكسها. بس كان دايما في حاجة جوايا كانت بتأكد لي إن هو شاب ووسيم كمان، أو بمعنى أصح إن هو على قدر كبير من الوسامة وخفة الظل، وإلا ما كانش طول المدة دي يبعتلي النغمات الجميلة اللي أنا كنت بستناها طول المدة دي. كل ليلة وفي نفس التوقيت بالظبط انا كنت بستنى، وما كانش قلبي بيكذب عليا لحد ما جت النغمات دي، وانا كنت مخصصها له علشان اعرف ان هو اللي بيتصل بيا. مسكت التليفون ورديت عليه برنة سريعة جدا وقفلت على طول. راح هو عاد الاتصال بيا، بس انا في نفس الوقت كنت مترددة اني انا افتح الخط عليه. بس بعد إلحاحه فتحت علشان أسمع صوته. لأول مرة كنت مرتبكة جدا، بس تمالكت نفسي وقلت بحدة أنت إنسان غير مهذب، وأنا هلقنك درس في الأدب واحترام الآخرين. بس هو بذكاء عرف إن هو يخليني أسكت شوية. قعد يكلمني عن شوقه ليا، وبعد كده قلتله هو أنت تعرفني؟ طب هو إحنا الاتنين شفنا بعض قبل كده؟ همس ليا بصوت جميل جدا، فراح قال لي ايوه انا شفتك بعين خيالي، اقصد بقلبي اللي ما كانش بيكذب ابدا ان صورتك جميلة وما كانتش بتفارق عيني، وكمان حاسس بالشوق ليكي. انا اسعد انسان في العالم، يكفيني انك انت تسمعيني، وانا بشكر شركة المحمول اللي خلتني ان انا اسمع الى ارق واجمل صوت سمعته في حياتي. ده ايه الصوت الجميل ده؟ طبعا انا كنت حاسه ان قلبي عمال يرفرف ما بين ضلوعي، وبالعكس كنت حاسه هينط من الفرح والسعاده. بعد كده قلت له باين عليك انك انت استاذ في الحب والغرام، واكيد انا مش اول واحده بتسمع الكلام ده. رحت قلت لها اقسم ليكي ان قلبي كان بيرتجف لما انا كنت بسمع نغمات صوتك، وفي نفس الوقت كنت حابب اسمع صوتك وكنت بتخيله في كل ليلة. حسيت وقتها من كلامه ان انا طايرة فوق السحاب، وحطيت التليفون وكنت مبسوطة جدا من الكلام اللي انا بسمعه ده. وبعد ايام ابتدى ان هو يراسلني، وكان بيبعتلي باقات من الورد على صفحة الهاتف، وفي نفس الوقت كان بيكلمني عن طريق الموبايل، وكنا احنا الاتنين عمالين نتواصل مع بعض، وكان بيبعتلي ورود، وكان في نفس الوقت بيبعتلي صور على هيئة قبلات، وكان بيقولي كلام جميل جدا. وكنت بتمنى ان انا اشوفه. وبعد ما هو حدد ميعاد في كازينو النيل، خرجت ليه في ابهى صورة علشان خاطر اني انا اشوفه، ورحت علشان اتأمله. فهو ما كانش وسيم قوي بس كان رائع. حسيت ان هو اجمل من اللي انا كنت بتخيله في دماغي، وفي نفس الوقت كنت شايفاه احسن راجل في الدنيا. من رغم ان عينه كانت ضيقة، وكانت مناخيره كبيرة شوية، وشعره كان خفيف واقرط، وكان في نفس الوقت لونه اسمر، بس انا كنت ببصله وفي نفس الوقت بتأمل صوته وابتسامته الجميلة اللي كان مرسومة على وشه. كان لابس بنطلون جينز وقميص لونه مشجر. بعد كده راح قال لي بصوت جميل جدا وكان صوته واطي، قال لي انا بحبك. رحت ضحكت له، وحسيت ساعتها ان احنا الاتنين نعرف بعض من زمان قوي، وكنت حاسه بدفء رهيب جدا لما مسك ايدي، وكنت مبسوطه قوي ولا كاني كنت طايره في السماء.
بعد كده بقينا نتقابل كتير جدا لحد ما هو اقنعني ان احنا الاتنين نتجوز، على اساس ان احنا نعيش مع بعض، على اساس ان هو بيحبني وانا بحبه. بعد كده فتحني في موضوع الجواز على اساس ان انا هستناه شوية لحد ما هو يخلص من بعض الحاجات اللي هي وراه. فقال لي بصراحة انا انسان بسيط واكافح من اجل رعاية اسرة. ضحكت وحسيت في نفسي ان هو انسان بيستحق كل تقدير واحترام، وقد ايه هو كبر في نظري اكتر. فجي في يوم من الايام راح قال لي بصراحة شديدة وامانة، انا عايز اكلمك في امر مهم جدا وضروري. احنا الاتنين اتعودنا على الصدق والصراحة، مش كده؟ انا متجوز وعندي طفل صغير. ساعتها حسيت ان انا اتصدمت وما بقيتش عارفة هو بيقول ايه، وبقيت غيرانة. فقلت له ايه انت بتقول ايه؟ قعد يحلف لي ان هو ما بيحبش مراته، وان هو دايما في صراع معاها، وكان عاوز في نفس الوقت يخلص منها علشان هي ست مستبدة وبتدور على المشاكل، وهو على استعداد ان هو يطلقها دلوقتي قبل بكرة لو انا وافقت على الجواز منه. معرفتش انطق ولا رد من كلامه، كنت مصدومة من اللي هو قاله. ففي نفس الوقت رحت قلت له وانا مضطربة ومتوترة، وفي نفس الوقت مش عارفة اقوله ايه. قلت له انت فاجئتني، انا مش عارفة اقولك ايه. راح قال لي وهو ماسك ايدي وعمال يضحك، قال لي انا مش هقدر ابعد عنك، ومش هقدر اني انا اسيبك مهما حصل ومهما كانت الظروف. انا ما اقدرش اعيش من غيرك، ده انا هموت. بعد كده رحت ملت براسي وقلت له طب سيبني افكر شوية واديني فرصة، ما هو برضو طلع متجوز وانا مش عارفة مصيري ايه معاه. وطبعا هو ما ادانيش الفرصة دي، لان هو كان دايما بيتصل بيا، وكان على طول يتصل بيا على نغماته المميزة اللي كانت بتطاردني في كل لحظة وفي كل ليلة حتى وقت النوم. وكل شوية يبعت لي رسائل، وكل شوية كلمات كانت بتخليني اني انا قلبي بيرفرف، وفي نفس الوقت حاسة اني انا متضايقة من اللي هو قاله ليا. بعد ايام احنا الاتنين اتقابلنا، وبعد كده بقينا نشوف بعض كتير، وما كنتش قادرة اني انا ابعد عنه، ما هو انا حبيته غصب عني. فساعتها قال لي ان هو محتاج مبلغ من المال علشان يدفعه لمراته علشان يقدر يطلقها، عشان هي ليها في ذمته متعة سنة ومؤخر صداق كبير جدا، وهي في نفس الوقت ست شرسة، وخايف ان هو يدخل السجن لو هو ما دفعلهاش المبلغ ده. فتحت شنطتي وخرجت الفلوس في وقتها، وقلت له ان ده كل اللي معايا دلوقتي، وهحاول ادبر لك باقي الفلوس، فانا هحاول. بعد كده قال لي انا مش عارف اشكرك ازاي، الديون دي طبعا يا حبيبتي ده دين عليا، وانا هسدها ليكي بمجرد ان تتحسن الظروف. بعد ايام راح كلمني وقال لي ان هو طلق مراته وبقى حر، وخلاص ما بقاش في حاجة تقدر تفرقنا عن بعض يا ارق واجمل انسانة. وكنت مبسوطة قوي بالكلام ده، وقال لي ان هو بيحبني. بعد ايام وهو جالي مبسوط، قال لي انا طلقت مراتي وبقيت حر خلاص، ومحدش هيقدر يفرقنا عن بعض احنا الاتنين، وخلاص ما بقاليش غيرك انتي يا ارق واجمل انسانة. فرحت جدا بكلامه وقلت له ان انا بحبك، انت خلاص ما بقاش عليك اي عذر، انت لازم تتقدم دلوقتي. راح حط ايده على كتفي وقعد يبص في عينيا الاتنين، وقال لي اديني بس شوية وقت علشان في هناك كام حاجة انا عايز اخلصها. قالت له تقصد ايه؟ راح قال لي انا في الحقيقة مش قادر ان انا اخبي عليكي حاجة، وعارفة اني انا صريح معاكي. قال لي ان مراته او بمعنى اصح اللي كانت مراته رفعت عليه قضية تبديد عفش الزوجية، من رغم ان هي خدت كل حاجة، حتى الاشياء الثمينة اللي هو اشتراها لها بعد الجواز خدتها، ودي ما كانتش متسجلة في قايمة المفروشات. فاستولت عليها واتهمتني ساعتها بتبديدها. فراح قال لها شفتي كانت بتعمل ايه؟ فانا قلت له هتعمل ايه يا حبيبي؟ فراح قال لي ما كانش قدامي حل غير ان في محامي هيتولى مهام القضية،
وهو هيطلب مني مبلغ كبير ويقول ان القضية ان شاء الله منتهية، بس انا مش قادر ان اديه اي فلوس دلوقتي. وفي نفس الوقت هو لازم ياخد اي اتعاب علشان القضية تتحرك. وبتلقائية رحت انا مديت ايدي داخل شنطتي ورحت طلعت فلوس، كانت كل ورقة من فئة 100 جنيه، واديتها له وقلت له ولا يهمك يا حبيبي، ما تحملش اي هم، انا والفلوس وكل حاجة تحت امرك. ومرت الايام، وفي لحظة وانا كنت ماشية شفته وهو كان ماشي ماسك ايد مراته اللي كان بيقول ان هو طلقها، وكان معاهم بنت صغيرة جدا وعاملة ديل حصان، وكان معاها اخوها الاسمر اللي كان باين عليه عنده 6 سنين، وكان لابس لبس شرطي وفي ايده بندقية. قعدت ابص لهم قوي، وبعد كده هزيت راسي وروحت للبيت. وجه الليل عليا وانا في نفس الوقت كنت متعودة على نغماته المميزة اللي كان بيرن عليا في الوقت ده. قعدت ابص للشاشة وهي منورة ومستنية اي رسالة تيجي لحد ما قفلت المحمول، لكن في نفس الوقت النغمات كانت عمالة تتردد في راسي. رحت رميت نفسي على السرير وحطيت المخدة فوق راسي وقعدت اعيط عياط متواصل. وكان في نفس الوقت التليفون كان عمال يتصل ويرن كتير جدا باسمها على نغماتها الخاصة المميزة. دي كانت نهاية حكايتنا النهاردة، واتمنى تكون عجبتكم. وفي نفس الوقت ما ينفعش ان احنا اي حد يتصل بينا من رقم غريب ان احنا نتعرف عليه، لانه وارد جدا يكون بيضحك علينا او يكون نصاب، او اي واحدة تصدق حاجة زي كده. طبعا حكايتنا طبعا بتعلم اي بنت ان هي ما ينفعش ان هي تقابل اي حد ما تعرفوش، خاصة لو هو عن طريق التليفون بالصدفة، لان زي ما انا قلتلكوا ممكن يطلع نصاب. وزي ما هو عمل بالظبط، هو فاهمها ان هو بيحبها وابتدى معاها في الحكاية بالتدريج ان هو يقول لها انه متجوز، وما ادهاش الفرصة ان هي تفكر. ودي كانت خطته بالظبط، لان هي لو قعدت فكرت مع نفسها وادالها الفرصة دي، هي ساعتها هتحكم عقلها وهترجع عن اللي هي بتعمله. لكن هو كان عمال بيشغلها طول الوقت، وكان بيتصل بيها وبيبعت لها كمان مسجات على طول. فطبعا حكايتنا بتعلمنا كمان ان احنا اي حد عن السوشيال ميديا بيبعت لنا طلب صداقة واحنا ما نعرفوش، ما ينفعش ان احنا بنصدقه. في ناس كتير اتجوزت عن طريق السوشيال ميديا، بس انا مش بحب او مش بحبس حاجة زي كده، لان احنا ما نعرفش الشخص ده مين، وما نعرفش مين عيلته، وما نعرفش اصلا هو شغال ولا متجوز ولا ايه بالظبط. فالفكرة كلها هنا بتعتمد ان اي بنت تاخد بالها من نفسها، ومش اي حد تصدقه، ومش اي رقم غريب احنا نديله المجال ونقعد نتعرف عليه. اتمنى تكون حكايتنا استفدتوا منها، واتمنى تكون عجبتكم، وان شاء الله باذن الله نتقابل في الفيديو الجاي بحكاية جديدة. تابعونا.